واخا هما مانعين العيد، أنا شريت حولي، حطيته في الفيرما، ونمشي نذبح مع راسي ونتبرّع واللي ليها ليها. أنا حيت ساكن في المدينة غنشريه ونذبحو في عرفة، وديك الساعة نهار العيد أراك الشوا وراك البولفاف. أنا ما عنديش أخي، أنا غنشري واحد الدوارة غنكونجليها ويجي العيد وغناكل مع راسي. هذه هي الأقوال الرائجة الآن والنوايا ديال بعض الناس. لكن بغيت نسول واحد السؤال، إلا كانت هذه الذبيحة هذه لله تبارك وتعالى، فطاعة ولي الأمر بطاعة الله تبارك وتعالى، إن لم يكن فيها أمر مخالف لقطعين من القطعيات التي تكلم عنها ربنا أو نص عليها نبينا صلى الله عليه وسلم. فهذا اللي ضحى قبل العيد بنهار، ما هو وافق السنة، وما هو أدى الشعيرة، ولا هو أطاع ولي الأمر، ولا هو حافظ على القطيع. يعني شوف 4 المخالفات كما قال أحد الإخوة في منشور، وكلامهم صحيح. لأن المشكل هو أن الإنسان يعبد شهوته، سواء وافقت الشريعة أو لم توافقها. ولذلك الإمام مالك لما قال له هذاك الرجل أنا بغيت نحرم من هذا الميقات ماشي من ذاك الميقات، قال له خطوة تزيدها ولا خطوة تنقصها ماشي في المشكلة في الخطوة، المشكلة أنك قصدت المخالفة لهوى في نفسك. ولذلك قال الله عز وجل أرأيت من اتخذ إلهه هواه. يجب تصحيح النوايا، الله يرحم الوالدين. راه لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. والتقوى كما قال طلق بن حبيب أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تجتنب معصية الله على نور من الله تخشى عقاب الله. وأي طاعة لله وانت كتباح الحولي وجارك خايف وما عندوش، وأمير المؤمنين حفظه الله وشفاه رفع الحرج عن المسلمين. فينا هو أن لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. أين هو هذا المعنى وأنت تضحي بجانب جارك الذي رفع عنه الحرج بقرار رسمي، وأنت تضع على رأسه الحرج بجانب بيته وبجواره؟ فهنا هذه فرصة باش نراجعوا التزامنا مع الله عز وجل، ونراجعوا تعلقنا بالله تبارك وتعالى. واش هاد العبادات، واش رمضان، واش الأضحية، واش الصيام، واش الزكاة، واش الصدقة، واش الصلاة، انت نديروها لله عز وجل أم لشهوات في أنفسنا؟ وهذا ظاهر في اللي كياخذوا دابا الكونجلي واللي كيذبحوا واللي جالسين كيوجدوا من دابا. غير وزنها، غير وزنها، وهذيك الساعة لو وزنتيها بميزان الشرع وشفتي نيتك وافقات العمل ديالك، هذيك الساعة منك الملاك، وتعرف واش أنت حاط رجليك في الصح ولا حاطها في الهوا اللي جاي يديه. ايوا نتمنوا تأملوا في هذا الكلام اللي قلت. الله يغفر لنا جميعا. السلام عليكم.